ازيك يا رفايدة، عاملة ايه؟ الحمد لله. طيب، عايزاكي تحكي لنا يا رفايدة وتقولي لنا بعد ما بطلتي تتفرجي على التلفزيون وعلى المسلسلات وعلى الكرتون والحاجات دي، حاسة بايه؟ المذاكرة بقت حاسه سهلة عليكي ازاي؟ وبقت التدريبات اللي بنعملها فرقت معاكي ازاي؟ اول حاجه، انا بقيت مبسوطه وبقيت مركزه. ومن ساعه لما اتفرجت على التلفزيون طبعا بقيت يعني مسلسلات لا، بس ممكن اتفرج على اللي هي الكرتونات، اللي هي الحاجات الحلوه المفيده اللي بس وقت بتعلم قليل. بس يعني مش وقت كتير، يعني مش اقعد اتفرج عليها لو حلقتين ورا بعض مش هقعد اتفرج عليه. يعني هي اتفرج عليه نص ساعه كده وكده اقوم. وبالنسبه للناس الولاد والبنات اللي بتمسك الموبايل، عارفه الولاد اكتر ناس بيمسكوا الموبايل لان بيكونوا عايزين يلعبوا بابجي والحاجات دي. فانا بقول لكم نصيحه مني، لازم اللي انتوا ما تتفرجوش على التليفون كتير. هو اخركم لعبه تقعدوا بيها وكونوا جنب مامتكم. اهم حاجه لو مامتكم واثقه فيكم. ولازم انا نسيت احكي لكم على قصه، لازم اللي احنا نقول الصدق عشان الناس تكون الناس تكون مصدقانا وواثقه فينا. اللي احنا مش هنقول شاطر. مش هنقول برافو. السر ده. فيعني فاحنا زي ما قلنا ممنوع التليفونات. لازم نقعد اللي احنا جنب مامتنا، وعشان ايه؟ نشوف احنا هنتفرج على ايه. ولازم نقول لها احنا اتفرجنا على ايه، حتى لو قاعدين بعيد عنها لازم نقول لها الحقيقة. عشان لو قلنا لها الحقيقة لا، هي هتقدر تدينا الموبايل تاني وهو هتبقى مبسوطة منا. بس تزعل منا شوية صغيرين عشان احنا اتفرجنا على الحاجات اللي مش مفيدة. برافو عليكي. فاحنا لازم اللي احنا ولازم كل يوم الصبح نشرب اللبن وناكل بيضة صح، ناكل اكل صحي عشان دماغنا وذكائنا. وممكن ناكل سلطة جنب الفطار الصبح. برافو عليكي. وناكل اللي هو الحاجات اللي احنا بناكلها زي الفول والطعمية والحاجات دي. ونقعد كلنا ناكل مع بعض. ولازم الاحترام على الاكل عشان الاكل له احترام، وزي ما المذاكرة له احترامها وكل حاجة له احترام. برافو يا رفايدة. طيب، انتي يا رفايدة دلوقتي سمعتي الكلام وبطلتي تتفرجي على التلفزيون وعلى الكرتون وعلى الحاجات دي، صح كده؟ صح. طيب، احنا هنعملك اختبار وهنعرف رفايدة فعلا بطلت تتفرج على الحاجات دي، وهنشوف ذكائك كان عامل ازاي ولا لا. طب أسئلة صعبة ولا لأ؟ لا، مش صعبة. مش اوكي. صعبة لانك بطلتي تتفرجي على التلفزيون خلاص. انتي مطلوب منك هتسمعي الارقام اللي انا هقولها وهتقولي انا قلت ايه. فاكرة عملناها اول ما كنت بتتفرجي على التلفزيون؟ فاكرة؟ والحمد لله بعد الجلسات انتي بطلتي تسمعي الحاجات دي، صح؟ وعرفتي ومش زعلانه مني؟ زعلانه مني يا رفايده عشان خليتك ما تتفرجيش على التلفزيون؟ لا، كنت رفايده زعلانه مني في الاول، لا زعلانه دلوقتي؟ لا، دلوقتي قست علينا عشان انا شفت لقيت الحاجة دي فعلا مفيدة. صح، ان انت تتبعدي عن الشاشات وعن الافلام وعن المسلسلات، وكمان هتلاقي تركيزك ومذاكرتك بقت احسن وبقيتي اشطر، صح؟ في ناس بتتفرج على افلام رعب، انصحكم بلاش. شاطر. بالنسبة للكبار والصغيرين عشان ما تشغلش دماغكم والدورة الدموية يعني تبقى تعمل حاجات في دماغكم كده. برافو عليكي، بتموت خلايا الذكاء والمخ في دماغنا. فايده، بما انك بطلتي تتفرجي على التلفزيون والكرتون والحاجات دي، هنعمل لك اختبار للذاكره السمعيه ونشوف ذاكرتك بقت عامله ازاي. اوكي. ماشي، هقول الرقم مره واحده وهتسمعي الرقم، ومطلوب منك انك تركزي كويس قوي وتقولي انا قلت ايه. بس ممكن ما يكونش كبير، معلش. هنشوف الذاكره بقى، هنشوف مش هيبقى كبير قوي ولا حاجه. ماشي. 6 7 9 2 1 5. 6 7 2. لا، 6 7. 6 7 2. لا، في حاجه قبل 2. 6 7 1. 6 7 1. اسمعي تاني. 6 7 9 2 1 5. 6 7 9 2 1 5. برافو عليكي، برافو عليكي، شفتي؟ شاطره. كنت قبل ما كنتش بتتفرجي على التلفزيون وما كنتش بتتفرجي على الكرتون كنتش تعرفي تفتكري كده، وهو رقم كبير. شفتي الفرق يا رفايده؟ فرحانه النهارده ان انا منعتك انك تتفرجي على الافلام والمسلسلات؟ كنتي زعلانه مني في الاول، صح. دلوقتي فرحانه؟ اه.
كنت صعب قوي انك تعرفي تجيبي ارقام كبيره كده، كنت بقول لك قولي ارقام ما كنتش بتعرفي، صح ولا لا؟ شفتي الفرق؟ طيب يا رفايده، 4 6 8 1 5. 4 6 لا 4 6 4 6 فكري. 6 4 9 لا فكري. 8 4 6 8 1 5. 4 6 8 ايوه 1 5. برافو عليكي. شفتي بقى، شفتي فرق ازاي معاكي؟ طيب طبعا انتي فرحانه يا رفايده عشان انتي ما كنتش بتعرفي تجيبي ارقام كتير كده، صح؟ صح. طيب يا رفايده، اسمعي الرقم ده بس هقوله مره واحده وتفتكريه، ركزي. بس ما كنتش رقم كبير. مش كبير. 7 9 4 6 2. يا لهوي دي صعبة قوي. يلا ركزي. لا معلش ايه صعبة قوي. لا, لا. انتي قلتي اكبر مني، ليه صعبتيها نفسك؟ طب ليه حاجة كمان بس سهلة شوية بليز. رقم صغير يعني بدل ده ما 5 رقم ارقام كده. بس. ده انتي خليهم اول 4 مره أرقام افتكرتي كمان. 6 ارقام. خلينا 4 أرقام معلش عشان انتي شاطره. انتي عندك كام سنه؟ أنا عندي 7. يبقى تاخدي 7 ارقام. لا ايه ده؟ هو بالسن. ايوه بالسنه طبعا. 7 9 4 6 2. 6 4 انا اول حاجه قلت ايه؟ 6 غمضي عينيكي يا رفايده واسمعي كويس. 7 9 4 6 2. 9 4 6 7 لا 4 8 9 بصي، 7 9 4 6 2. 9 7 9 4 6 2. 7 4 9 6 2. 7 9 4 6 2. 7 9 4 6 2. ماشي. طيب هقولهم لك يا رفايدة، اسهل عندك بالانجلش؟ بالانجلش عليكي اسهل؟ النمبر؟ ماشي قولين بالانجلش نجرب بس يكون ارقام سهله بليز 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 يعني بليز. حاضر سهلة خالص. 8 7 2 3 5. 8 7 3 2 ايوه 3 7. لا 3 ايه؟ 3 5. 5. give me 5. تاني قولي رقم تاني. اول حاجة قلتها ايه؟ 8 7 2 3 5. 8 7 2 3 5. برافو عليكي، شاطرة جدا. طيب يا رفايدة، 6 3 2 1 5. 6 3 2 1 5. شفتي بقى؟ طيب يا رفايدة، 5 1 2 9 7. 5 1 2 9 7. شفتي بقى 5 ارقام ازاي؟ برافو. شاطرة يا بطلة، ممتازة.